يا صباح الفل يا سكريتا، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. قبل ما ابتدي الفيديو حابة اشكر كل الناس اللي دخلت لي جديد، وحابة اشكر على التعليقات الحلوة، بأمانة فرحتني جدا جدا جدا. شكرا بأمانة ليكم. يعني اللي انتي تتعبي وتكتبي كومنت دي حاجة بأمانة فرحتني اوي. شكرا، وكل سنة وانتوا طيبين وتبقى سنة حلوة عليكم. تعالوا اقول لكم احنا بنعمل ايه. كل ده بصل. ايه كمية البصل دي؟ احنا دلوقتي هنعمل قرص بالبصل. بصوا، عملنا البصل فرمناه في الكبة، بس فرمناه خشن شوية مش ناعم، وحطينا شوية ملح وشوية فلفل اسود بس كده، عشان خاطر نعمل قرص بالبصل. ايه هي القرص بالبصل دي؟ ناس كتير جدا لما بقعد مثلا من صحابة اقول لهم ده انا بحب القرص بالبصل، يقولوا لي ايه قرص بالبصل دي؟ فاكتشفت اللي محدش كتير يعرف القرص بالبصل. القرص بالبصل دي بقى أكلة صعيدية قوي، صعيدية من عارفين انتوا الصعيد الجواني زي ما بيقولوا كده، اللي هو احنا بقى اللي هو من الأقصر. الأكلة دي بجد محدش كتير خالص يعرفها، لأن دي من أيام الفراعنة زمان قوي، وأهالينا طلعوا عليها، واحنا الصراحة طلعنا عليها وبنحبها. بموت فيها بموت فيها. تمام. بصوا، ومش أنا اللي بعملها على فكرة، والدتي هي اللي بتعملها. ده كيلو دقيق ماشي كده، بتحط عليه ذرة سكر وذرة ملح، وبعد كده بتبتدي تحط عليه بقى مية شوية بشوية. لا يعني بصوا، في الأول حطيت كوبايتين مية، بعد كده ابتدت بقى تحط مية شوية بشوية لحد ما خدت القوام اللي هي عايزاه. 3 كوبايات مية على كيلو دقيق، تمام قوي كده. وحطت معلقتين زيت بس كده، فضلت تعجن فيها، وهي لازم تبقى ملزقة ماشي. هي ولا هتخمر ولا اي حاجة، ولا هترتاح ولا اي حاجة، هي بتتعمل كده وخلاص. هتشوفوا دلوقتي في الفيديو. المهم، مين يعرف القرص بالبصل؟ هما مسمينها لا اما قرص ببصل لا اما مطبقة، بس هي الاكترية قرص بالبصل. احنا بنحبها جدا، وبصراحة يعني اكلتنا المفضلة. بنحب نعمل منها كميات وبنفطر بيها، يعني مع كوباية شاي. هتشوفوا دلوقتي يعني. ده كده كان الكلام ده كان الصبح على فكرة، كانت الساعة 11 الصبح. قلت لماما تعالي عشان احنا عايزين ناكل قرص، فتعالي اعملي لنا قرص ببصل. انا ما حاولتش اعملها قبل كده ومش حابه. ليه بقى؟ عارفين انتوا لما بتبقى في ثوابت كده ومش عايزين تلعبوا فيها؟ انا بحبها من ايد ماما. يعني هي ماما اللي بتعملها، انا مش بعرف. لو انا عملتها ممكن مش عارفه يعني، مش هحس بطعمها. هي طعمها لما بنبقى قاعدين كده مع بعض وماما تعملها. انتوا فاهمين؟ آه مش عارفة بقى يعني. ماما قعدت تقولي لا لازم تحاولي تعمليها، عشان ساعات كتير بقى بنفسي فيها، وبضطر بستنى لحد ما ماما تجيلي عشان خاطر تعملها لي. بس مش عارفة، احنا بنحبها قوي قوي قوي. يعني اللي مالوش في البصل اكيد مش هيحبها، تمام. بس اللي بيحب بقى البصل المكرمل هيموت فيها هيموت فيها. ولو انتي ما تعرفوهاش، جربيها في كوباية، حتى دقيق، كوباية دقيق واحدة بس، وجربيها هتعجبك قوي قوي بأمانة. لاني انا بحبها جدا. لو فضلت اقول لكم طول الفيديو اللي انا بحبها قد ايه يعني مش هعرف اوصف احساسي وانا بحبها. باكلها من وانا صغيرة، من وانا قد دنة. فاللي هي عارفين انتوا الحاجات اللي هي بتاكلوها بقى وانتوا صغيرين وبتطلعوا عليها، دي بتبقى ليها ذكريات وطعم كده يعني. مش عارفة، هي بتبقى احاسيس كده من جوه. ربنا يخلي ماما كده وتعملها لنا على طول. بس بصوا، هي بقى لازم تبقى ملزقة كده، وبتدهن الصينية زيت، وبتاخد كده شوية بصل وتقفله كده. بصوا عليها اكنها هتعمل حواوشي اسكندراني، بس هو طبعا بالبصل، مش حواوشي اسكندراني ولا حاجة. بس وتقفلها كده وبالزيت بقى، وتقعد تطبطب عليها كده لحد ما ما العجينة تاخد راحتها معاها. تمام. هي بصوا هتعمل واحدة تاني دلوقتي.
بصوا على فكرة انتوا ممكن بتتعمل بالاحجام اللي انتوا عايزينها. يعني احنا في العادي ساعات بنعملها كلها قد الصينية. يعني انتوا دي بتتعمل بالاحجام عادي اللي انتوا عايزينها. بس احنا عيال اختي قالوا لها لا اعملها لنا كده قد قرص الحواوشي. بصوا بتفرد كده العجينة، ما بتخليهاش رفيعة برضو عشان بس ما تتخرمش منها. بصوا وتحط كده كمية البصل وخلاص، وتقفل عليها وتطبطب عليها بالزيت وخلاص. وكل سنة وانت طيبة، خلصت خلاص. بصوا بحس ان دي اسهل حاجة في العالم. يعني اسهل حاجة في العالم واحلى حاجة في العالم. وما بتاخدش وقت برضو في الفرن. هي بتدخل جوه الفرن على درجة حرارة 200. بحطها في الرف اللي تحت خالص، وبشغل كمان الشواية من فوق. تمام كده، يعني تحت وفوق. اخدت قد ايه بالظبط وطلعت زي الفل، تلت ساعة. تمام. بصوا هي في الصينية دي هتعمل 3 ومتبقي فطيرة، يعني عجينة. فرحت ايه قلت لها لا اعملها لنا التانية دي بقى، اعملها لنا كبيرة لينا احنا. تمام. بصوا اهي كده دي خلصتها وهدخلها الفرن. وهي بقى هتعمل واحدة ايه كبيرة تانية، هوريها لكم لما تستوي. انا ليه ابتديت معاكم بالقرص في الفيديو؟ علشان خاطر احنا بجد فطرنا بيها. يعني قلت لها لا، هي كانت خارجة من الكنيسة وانا ما قدرتش اروح للاسف، فقلت لها معلش تعالي بقى واعملي لنا القرص بالبصل كده. بصوا اهي يعني بعد ما طلعت هي بتبقى لونها كده، وبتبقى فيها سنة قرمشة، بس هي من جوه عشان خاطر البصل طرية قوي قوي قوي. بصوا انا عايزة اوريها لكم من جوه، كانت طالعة سخنة جدا. يعني اكيد هتشوفوا البخار. بصوا بتبقى كده. على فكرة في ناس بتعملها باللحمة عادي جدا، بس هي اصولها بصل، هي دي اصولها. تمام. وهنعمل بقى جنبها كوبايتين شاي. احنا العيال كانت موجودة، عيال اخواتي كانوا موجودين وكده، بس كنت انا وماما بس اللي عايزين نشرب شاي. انا بحبها كده جنب كوباية شاي كده مظبوطة. بس خلاص انتي بتروحي في حتة تانية، حقيقي انتي بتروحي في حتة تانية. ساعات كده حاجات بسيطة وحقيقي ما بتكلفش، وتحسي ان انتي وانتي بتاكليها او انتي بتعمليها بتبقي مبسوطة. مش لازم حاجات ب200,000 جنيه علشان خاطر الواحد يتبسط. حقيقي بأمانة حاجات بتبقى كده، يعني ممكن ما تتعملش بفلوس اصلا، بس حقيقي بتبسطك قوي. يعني احنا كستات غلابة هبل كده، اللي هو اي حاجة تضحك علينا لو لبانة. بالذات بقى لو حاجات الذكريات دي ياه. بس احنا كده بقى بصوا خلصنا، وهنروح احنا بنقطعها بالمقص وبنقعد ناكل. يعني كل واحد بياخد حتة بالمقص وبيروح ياكل. بعد بقى ما خلصنا دخلت غيرت هدومي انا والبنات، وقلنا بقى ايه نقعد نعمل الشجرة، لان هما فاتحيني فين الصجلة فين الصجلة. فرحت قلت ايه طب يلا كده ايه اعمل الشجرة معاكم. بصوا قبل ما اعمل الشجرة حصلت لي كارثة. بصراحة ما رضيتش ابتدي معاكم في الفيديو لاني، وبصراحة ما كنتش ناوية اقول، بس هي ممكن تظهر في التصوير بعد كده، فعشان كده قلت اقول لكم. انا كنت بركب ستارة و... وللاسف كنت واقفة على السلم، فمش عارفة ايه انا بأمانة لحد دلوقتي مش مستوعبة ايه اللي حصل. السلم اتزحلق ولا ايه اللي حصل. فراح السلم وانا عليه راح قفل. لما السلم قفل راح وقع على الشباك بتاع الألمونتيل. رحت انا وقعت في الارض. بصوا هو انا كنت هقع انا كمان من الشباك الحمد لله كان مقفول ماشي. فلما لما السلم وقع عليه الازاز بتاع الألمونتيل اتدشدش 100 حته. انا حاجه حدفتني لجوه مش لبره. انا كنت هقع وانا ساكنه في السابع، فانا كنت هقع من ده في لحظه. وفي ازاز برضو وقع، بس نشكر ربنا الستاره اللي كانت محطوطه حشته اللي هو ما وقعش عليا. يعني انا ما كنتش هبقى موجوده، بس حاسه ان ربنا بامانه عمل معايا معجزه عشان خاطر بنتي. الحمد لله.
بجد الحمد لله. انا مش عارفه حكيت لكم الموقف ليه، ما كنتش عايزه احكيه، ما كنتش عايزه افتكره، بس يعني مع التصوير والتنظيف انا واثقه اللي انتوا هتشوفوه. آه، بس نشكر ربنا، يعني الموضوع عدى، يعني ربنا هو اللي عدهولي. الكلام ده يعني قبل ما احط الشجره على طول. عايزه اقول لكم بقى، وانا بعمل الشجره انا كنت عشان خاطر البنات كانت مبسوطه قوي وانا مش عايزه انكد عليهم وعايزه ابسطهم وهم مستنيين ان انا اعمل الشجره. فقلت لهم يلا هنعمل الشجره. انا كنت عايزه اقول لكم ماشيه وانا ما كنتش قادره، وما كنتش عارفه ظهري في ايه، انا ما كنتش عارفه. بس انا كنت يلا احنا هنعمل الشجره ويلا هنلبس ومش هضايقكم، لان انا كنت في الفيديو بتاع الشجره ده انا كنت مخططه حاجات كتير. بس دي اخرة اللي يخطط، يعني تملي ربنا يقول لك سيب بكره عليا. بس انا بامانه ما كنتش مخططه لحاجه وحشه، يعني انا كنت ايه، آه كنت عايزه اعمل بلالين، وكنت عايزه بعمل لهم حاجه حلوه، كنت يعني وشوكولاتات يعني كنت عايزه اعمل حاجات كتير، كنت عايزه اصورها معاكم. بس نشكر ربنا على اللي حصل، نشكر ربنا. بس قمت وقلت لهم يلا هنقوم ومالكوش دعوه، اللي اتكسر اتكسر مش مهم. انا على فكره ما بتضايقش ابدا 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 ان حاجه تتكسر في البيت او حاجه تبوظ. بقول حاجه فادت حاجه مش مهم، اهم حاجه ان اهل بيتي بخير. أه لان انتي لما بتفقدي حد عزيز عليكي، او لما حد من البيت بيتعب او بيتأذي، انتي بتبقي موجوعة قوي، ما بتبقيش عارفة تعملي ايه. لكن لما حاجة تانية تبوظ ما مش مشكلة، هتتجاب او ما اتجابتش عادي، احنا مع بعض. انتوا فاهمين؟ الحاجات دي بتروح وتيجي، لكن احنا مش بنروح ونيجي. المهم يعني خلاص الحصل حصل والحمد لله، نشكر ربنا. احنا تخطيناه وابتدينا. بص بقى البنات بقى مبسوطة، شغلت لهم ايه بقى، شغلت لهم ترانيم الكريسماس، وفضلوا بقى يرنموا وهما بيعملوا الشجرة وكانوا مبسوطين قوي. آه انا قلت لهم ايه، يلا بقى انا هعمل الجزء اللي فوق وانتوا اعملوا الجزء اللي تحت حتى. يعني ايه، كان جوزي جاي في الطريق، هما ما استنوش، لا يلا يلا خلاص يلا هنعملها دلوقتي يا بنات، استنوا استنوا مينا، لا لا يلا يلا، انتوا عارفين بقى فرحة العيال وكده. فقلت لهم خلاص يلا احنا هنعمل الشجرة بس، وبقية الحاجات انا ايه بكملها مع نفسي. راح قالوا لي خلاص ماشي، احنا اهم حاجة عندنا اصلا الشجرة. قلت لهم طب خلاص يلا ماشي. بس وزينت الشجرة معاهم. هو بقى انا المفروض كده النهارده، يعني انا قلت هعمل معاهم الشجرة وانا هصحى تاني يوم همسح كده الشقة وايه، وهفرش خلاص كده، لاني دولنا برضو خدت مني دور برد يا حرام، والشقة برد. انا حتى هتلاقوني فرشت، عملت الستاير، حطيت الستاير، لاني الالمونتين بيدخل تلج، مش عارفة ليه بس بيدخل تلج، واحنا كنا بردانين. فانا قلت لهم خلاص بقى انا ايه، هفرش الستاير، وانا هبقى ان شاء الله كده هعمل فرش معاكم، لاني خلاص انا يعتبر خلصت، مفيش غير الحمام والجزء بتاع المطبخ اللي انا قلت لكم كان باقي. بصراحه عملته مع نفسي كده في يوم الصبح، كانت الدنيا نايمه ومش عايزاها بصراحه تصحى وتتبل معايا، رحت بسرعه خلصته بسرعه بسرعه. ماشي. بس انا عايزه اقول لكم، انا بسجل لكم وانا قاعده تحت البطانيه، وماما كتر خيرها عملت لي كده كوبايه شاي، قالت لي خدي اشربيها عشان تتدفي. اكتبوا لي كومنتات كده تشجعني ان انا اقوم النهارده ان شاء الله ما يحصلش حاجه وحشه تاني، وافرش، عشان انا عايزه خلاص كده افرش، وكده هيكون ناقصني الحمام. بس طبعا هو الحمام بقى فيه كل الكركبه اللي هي الباسوكت والحاجات اللي هي بتاعه المطبخ اللي عايزه تتغسل، يعني في كركبه كده، وكل المساحيق على الغساله، يعني هو مكركب، فاهمين؟ عايز بس كل حاجه كده تتنظم
وايه واعمله كل حاجه بقى تتغسل وكده. بصوا هنا بقى وانا بحط اعواد النور كانت البنات اصلا تعبت ونامت. فانا قلت ايه، لا خلاص انا طالما حطيت الشجره مفيش حاجه هتنكد عليا، انا تمام والدنيا تمام. رحت قلت ايه، هنورها قبل ما انام. لازم الشقه تتنور قبل، خلاص طالما اتحطت هنورها وخلاص على كده واليوم خلص وهنام. بس ويا رب بس ما اكونش ضايقتكم في الفيديو او قلت كلام يعني نكد وكده يعني. وكل سنه وانتم طيبين. وقولوا لي بقى خلصتوا وفرشتوا ولا لسه؟ يعني انا اللي متاخره ولا انا كده في التمام؟ كل سنه وانتم طيبين. وصلوا لي كده اقوم كده علشان خاطر افرش، وان شاء الله ان شاء الله برضو هفرش معاكم ان شاء الله. وان شاء الله نعمل حاجات حلوه تاني مع بعض، يعني صلوا لي. بس على فكره عايزه اقول لكم انا حاطه يعني الشجره بتاعتي طويله شويه، فانا حاطه لها فرعين نور. فكانوا الاتنين صفر، رحت قلت لا هجيب واحد اصفر وهجيب واحد ابيض عشان الاتنين يعملوا كده ايه ميكسات كده مع بعض، اكن يعني تلج ونور اصفر فاهمين مع بعض كده. بس بصوا انا كنت هنا بعمله، انا كنتش قادرة قوي بس ايه اللي هو لا انا هنورك يعني هنورك. خلاص احنا ما فيش حاجة توقفنا. نشكر ربنا يعني، احنا قايمين بستر ربنا. ويا رب يكون الفيديو عجبكم واكون خفيفة على قلبكم. وبصوا بقى لو عجبكم الفيديو لو سمحت كبروا القناة بتاعتي وشيروه لاصحابكم وقولوا لهم بقى يعملوا اشتراك. وانتي لو اول مرة تشوفيني ما تنسيش تعملي اشتراك يا حلوة. انا قلت لك اهو يا ست هانم يا سكريتة. والشجرة اتنورت. بصوا بس كده بقول لكم باي باي، وكل سنة وانتم بألف ألف 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 خير، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.